والسكر وكده. تمام. طيب حضرتك يا دكتور عايزين نتكلم بقى عن اسباب الحول اللي بتصيب الاطفال. يعني هي ممكن تصيبه منذ الولاده، ولا ممكن بتبدا تظهر بعد كام شهر، ولا هو الحول نلاحظها امتى؟ الحول انواع، يعني الحول علمي كبير جدا. حتى انا بستغرب لما حد يبعت لي صوره، طب شخصي لي الحول ده من الصوره ديت. لا، الحول ممكن اسبابه كتير. تمام. في حول في الاطفال داخلي، حضرتك اللي هو نعلق على الصوره يعني مثلا الطفل ده عنده حول داخلي. والحول الداخلي ده موضوع كبير جدا، له اسباب وعلى اساس وطريقه العلاج يعني بتعتمد على تشخيصنا لنوع الحول نفسه. يعني مثلا في اسباب في الاطفال بيبقى الحل بتاعها جراحي، يعني الطفل ده قبل وبعد العمليه مثلا عملنا له عمليه، ده يعني ماكسيموم على سن سنه المفروض ما دام اكتشفناه وشخصناه ان ده حول حله جراحي، فماكسيموم على سن سنه سنه ونص بنعمل عمليه اصلاح الحول. ده طبعا اطفال كتيره، ونوع الحول ده منتشر في اطفال كتيره. بتلاقي الطفل يتولد، ممكن يتولد كويس، عند سن شهرين 3 6 شهور يبتدي يحصل له الحول. ده برضو نفس نوع الحول الجراحي قبل وبعد العمليه، وده طبعا عملناه عند سن سنه والبنت كويسه جدا. في بقى انواع تانية من الحول، نوع من انواع اسمه الحول الانسي. بس الحول الانسي الخلقي الجراحي، يعني بيجي في اول سنه وبيبقى حله عمليه، يعني الولد ده ملوش نضاره. اوكي. احنا عندنا الحول الداخلي ده 3 انواع. في حول علاجه عمليه فقط زي كل الانواع المعروضه دلوقتي، وفي حول علاجه نضاره فقط، يعني مجرد يلبس الطفل النضاره الحول يتصلح. وفي النوع الثالث اللي هو علاجه النضاره مع العمليه، جزء هيتصلح بالنضاره وجزء هيتصلح بالعمليه. تمام. بالنسبه للصوره ديت انا يعني دايما بحب اوريها للامهات بالذات، لان هم بيبقوا خايفين جدا من عمليه الحول. يعني عمليه الحول عمليه يعني بسيطه واولمست اعراضها الجانبيه يعني لا تذكر. ده منظر الاطفال بيبقى فيه قليل من الاحمرار بعد العمليه، ولكن من تاني يوم يقدر ينزل ويلعب ويعمل كل اللي هو عايزه، بس بيحافظ على نظافه عينيه ليس الا. ده برضو احمرار الولاد دول، الولدين الاخرين دول تاني يوم تقريبا او ثالث يوم بعد العمليه بيبقى فيه شويه الاحمرار، والاحمرار ده بياخد له اسبوعين 3 شهر ماكسيموم وبيروح. لكن تمام. العمليه نفسها ملهاش اعراض جانبيه، هي عمليه بسيطه على سطح العين. ده مثلا الحول اللي هو اللي انا بقول لحضرتك عليه، اللي هو الانسي التكيفي. يعني يلبس النضاره، مجرد ان الولد بيبقى عنده طول نظر وعنده حول، بيلبس النضاره نلاقي الحول اتعدل على طول. وده برضو من الانواع المنتشره جدا كنوع من انواع حول الاطفال يعني. وانا بقول يا جماعه للاباء والامهات ما تستعجلش، ما تزهقش من النضاره ان هي علاج الحول. لا، انا عايز لابني حل. انا زعلان من النضاره، اصل ابني ما بيشيل النضاره الحول بيبان عليه. انا طبعا معاه وعذراه، والموضوع ممكن يبقى نفسيا مؤلم نفسيا طبعا. ولكن لو كان في حل اخر اسلم واوضح وللطفل كنا احنا عملناه، هو احنا لا يعني اللي انا عايزه اقوله بس ان احنا ما حدش بيعالج طفل بناء على رايه الشخصي. كلنا بنعالج الاطفال بناء على اخر ما توصل اليه الابحاث العالميه والترايلز العالميه الا على الاطفال. تمام. فمحدش فينا بيبتكر. يعني احنا كل نوع حول لازم نعالجه بالنوع العلاج بتاعه. خلاص، ما ينفعش مثلا النوع الجراحي اعمله نضاره واقول هيتعالج، ما ينفعش النوع بتاع اللي بيصلح بالنضاره اروح اعمل له عمليه واقول اصل انا زهقت من النضاره. ما ينفعش ان انا افكر ان انا اعمل للاطفال ليزك، لان طول النظر ده طبيعي ان الطفل كل ما بيكبر. ده هيتكلم عن ليزك، ده قصه ثانيه عند الاطفال ده فعلا. دي قصه ثانيه. ده مثلا نوع من انواع اللي هو الطفل عنده حول بيلبس النضاره، نص الحول او جزء من الحول بيتصلح ويبقى جزء تاني بالنضاره زي ما احنا شايفين تاني صوره. يعني هو عنده الصوره الثانيه دي في برضه نسبه حول، فاضطرينا ان احنا نعمل له عمليه مع ارتداء النضاره. بقى الوضع الثالث ده اللي هو الولد بقى مظبوط ما يلبس نضاره، بس برضه لما يخلع النضاره في جزء بسيط بتاع النضاره لازم نسيبه ولازم نحافظ عليه عشان الطفل يقدر يشوف انه يلبس النضاره فيشوف كويس وما يحصلوش حول عكسي الناحيه الثانيه. تمام.